أهلا وسهلا بيكم طلاب بريب 2. عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني. إن شاء الله سنة جميلة ولذيذة، وانتوا أبطال بجد. إن في المنهج بتاعكم الجميل ده انتوا بجد بتستمتعوا بيه وبتتعلموا حاجات جميلة جدا. معاكم مستر فيلو ساينس، ونبدأ إنه زي ما احنا متعودين منهج الساينس بتاعنا. احنا عندنا المنهج بتاعنا في الفيرست تيرم 4 يونتس، وأول يونت 1 about matter and energy. ونبدأ ناخد أول lesson فيها، بيقول لي states of matter and their purpose. خلي بالكم حاجة مهمة جدا، إن دايما إن الساينتستس دايما بيعملوا observe to pattern and common properties among the material around us. وبيبدأ يا مستر لما يكون عندي materials، بيبدأ الساينتست يعملوا classification. ليه؟ to be study easy، عشان يا مستر لما نيجي ندرسها تبقى سهلة جدا. يعني مثلا احنا عندنا chemical elements اللي احنا خدناها يا مستر في جريد ايه 7 او last year report، وفي living organisms. وهنبدأ النهاردة ان شاء الله نتكلم على الماتر and classification according to physical state. according to ايه physical state. بصوا كده الدايجرام ده. What's the meaning of the matter؟ هنبدأ ناخد أول حاجة الديفينيشن. الديفينيشن مثلا لما نيجي نتكلم على الماتر، قالك إن الماتر it is anything. خلي بالكم دي قوي قوي يا شباب، إن أنا عندي إن الماتر it is anything، بس لازم يكون عندي حاجة مهمة جدا. إيه هي؟ إن الماتر دي عندها إيه mass and occupies a space. وممكن أشيل كلمة occupies space وأقول إيه volume. يبقى أنا عندي إن الماتر الديفينيشن بتاعها it is anything that has mass and volume أو occupies space. أوكي؟ ماشي. طيب لو إحنا جينا بصينا على الماتر، هنبدأ نعملها classification according to physical state. عندي إيه؟ هنعملها classification according to physical state. ألاقي منها solid, liquid and gaseous substance أو gas state. يبقى أنا عندي يا مستر إن الماتر can be classified according to physical states، وإحنا واخدينهم طبعا وعارفينهم قبل كده يا مستر، اللي هو مين؟ solid, liquid and gaseous substance أو gaseous states. أوكي؟ طيب في حاجة تانية very very important، بيقول لي إيه هي؟ إن إحنا خدنا يا مستر الديفينيشن بتاع الماس. what's the meaning of the mass؟ قالك دي constant quantity that doesn't change from one place to another. يعني إيه؟ يعني الماس بنقول عليها fixed quantity, constant quantity and doesn't change by changing place or planet. يبقى أنا لما أجي أتكلم عن الماتر لازم أعرف يا مستر 3 things. Number one definition. It is anything that has mass and volume. take care. وبعد كده classification of the matter in according to physical states. اوكي هنقسم الماتر according to ايه physical solid وليكويد and gas. وفي حاجة مهمة جدا، ان انا واخد قبل كده ان الماس عبارة عن ايه constant quantity fixed quantity that doesn't change from one place to another. اوكي يعني مهما نغير البليس الماس doesn't change. لو سمحتوا take care. طيب لو انا جيت بصيت على يا مستر هنا، ان انا بتكلم على ان انا عندي 3 state of the matter. طبعا الاكزامبل بتاعت الستيت solid وليكويد وجاز، وفي characteristics والبروبرتيز بتاعت. اوكي طيب لو انا اتكلمت على ادي السوليد وادي الليكويد وادي الجاز. السوليد زي ما احنا عارفين ان دي حاجات هارد وليها definite shape وdefinite volume، والبارتيكل بتاعتها ايه close to each other. تمام ماشي. بس احنا يا مستر نتكلم واحده واحده. بص يقول لك ايه all the following are things that have the properties of the matter. take care. أنا بتكلم هنا على choose، وأبدأ أفهم أنت قلت لي إن الماس anything that have mass and volume. ولما أجي أبص يقول لك إيه question ده all the following are things that have properties of the matter except. ولو سمحتوا أخلي بالي من كلمة except، إن ال except دي يعني هختار حاجة different. طيب لو أنا جيت بصيت على اللي choose بتاعي مديني الكبر، الكبر ده mass and volume، يبقى دي matter. يبقى دي يا مستر لا دي راي معانا. كمان عندي حاجة اسمها ايه ميوزك. ايه ده يا مستر؟ الميوزك لو ما احنا عارفين ان دي عبارة عن ايه انرجي، اللي هي يا مستر ايه ساوند انرجي، صح؟ طيب another example في الرورر، وعندي بعد كده ايه كمبيوتر. وبالتالي كل يا مستر الكبر and الرورر and كمبيوتر كل دي حاجات ليها
has mass and volume. صح؟ وبالتالي إن أنا ما ينفعش أقول على الميوزك إنها matter because it is sound energy. يبقى التشوز بتاعي يا مستر الصح إيه؟ الميوزك. أوكي؟ يبقى take care إن أنا عندي كل البروبرتيز بتاعت المطر has mass and volume. cover ruler computer. واحنا قلنا الستيت كمان بتاعتهم كل الماتيريالز اللي قدامكم دي كلها ايه؟ solid. نكمل اللي احنا قلناه عموما مستر بيقول لي ان الكفر and الرولر and the computer are materials that have mass and occupy space while music is a sound energy not a matter. نكمل The properties of the material vary depending on their physical properties. يعني يا مستر properties depend on على physical states. بمعنى احنا هناخد physical properties بتاعت الماتيريال. يعني مثلا هنتكلم على الشيب and fluidity، وبعد كده another property اللي هي الvolume and compressibility، وبعد كده third property اللي هي divisibility. ودي حاجات very important. take care. هنبدأ بقى نشوف أول properties يا مستر اللي هي shape and fluidity أو flow. take care. احنا قلنا دلوقتي إن أنا عندي 3 materials أو 3 state solid liquid gas. أوكي؟ طيب يا ترى الشيب والfluidity and the flow of a 3 state what happened؟ طيب تعالى كده بالراحة بيقول لي when transferring different material from their container to another container or location we notice that لو أنا جيت بصيت على السوليد هلاقي مثلا like الوود iron ice gold. لما أعمل transferring خلي بالكم من one container to another إن السوليد don't flow وبالتالي don't change in their shape. ليه يا مستر؟ أصل السوليد عنده حاجة مهمة جدا definite shape. تمام؟ يبقى أنا عندي هنا إن السوليد such as wood, iron, gold, silver, ice عنده definite shape وبالتالي don't يا مستر إيه؟ flow. أوكي؟ don't يا مستر إيه؟ flow and don't change their إيه؟ their shape. طيب الليكويد لو أنا مثلا like الووتر خلي بالك أنا عندي ووتر وأويل مثلا milk another example وخدت الميلك أو الووتر أو الأويل from one container to another what do you know؟ what do you notice يا مستر؟ هقول إيه؟ إني عندي أنا إن الليكويدز take the shape of their container وبالتالي هيحصل can be flow. تمام؟ يبقى أنا عندي هنا يا مستر إن دايما الليكويد هيحصل لها flow وهيحصل a change of the shape. ليه؟ أصل الليكويد take the shape of container. دايما الليكويد بتاخد الشيب of ايه؟ of الكونتينر. تمام؟ خلي بالك من دي. ماشي. طب gases material like air, oxygen and nitrogen. nitrogen gas ايه اللي هيحصل؟ نفس الكلام زي الليكويد ان هيحصل له ايه يا مستر؟ flow and change الشيب تكير هيحصل change الشيب of a their container. أتاري إن الليكويد والجازز الاتنين دول take the shape of their containers. ماشي؟ يبقى أنا عندي إن السوليد خلي بالك ده عنده إيه؟ definite shape. ماشي؟ يعني الشيب doesn't change. لكن يا مستر but إن الليكويد والجاز الاتنين دول يا مستر take the shape of a their containers. ليه؟ عشان إن الشيب مش fixed. إن الشيب بنقول عليه indefinite shape. يبقى في حاجة مهمة جدا إن الليكويد ويا مستر الجاز الاتنين دول indefinite shape. تمام؟ نكمل. طب نفهم إيه بقى؟ إن أنا عندي الثري ماتيريال السوليد والليكويد والجاز. السوليد يا مستر don't change الشيب when transferring from one place to another. يعني حضرتك لو خدت مثلا ايرن كيوب نقلته من one place to another الشيب doesn't change but the liquid and the gas have ability to flow. خلي بالك من دي قوي ان الليكويد والجاز عنده ability to ايه؟ to flow. اوكي؟ ليه؟ because ان الشيب بتاعهم بيحصل له ايه يا مستر؟ it change from one shape to another. ودايما الليكويد والجازز take the shape of their container
وعشان كده هنبدأ نحط حاجة مهمة جدًا، إن نحط الliquid and the gases classified into one group called أو as fluids. هنبدأ ناخد حاجة جديدة اسمها إيه؟ fluids. إيه fluids دي؟ أولًا fluids دي عبارة عن material can flow and take a shape of their container. يعني مين يعني؟ من الآخر كده الliquid and the gases. أصل الliquid والgas take a shape of container. إن الshape it change according to the shape of the container. وبالتالي هنقول عليها إيه؟ إن الliquid والgas هنديها term جديد اسمها fluids. طيب يعني إيه flow؟ قال لك ability of the fluid to move or separate easy. تمام؟ يبقى خلي بالك take care. لما أجي أقول لك flow it is ability of the fluids اللي هي liquid and the gas to move or separate easily. يبقى دايما لما أسمع كلمة fluids يبقى المقصود بيها حاجتين liquid and الgas. تمام؟ نكمل. keep in mind. بص بقى إن liquids vary in their ability to flow according their viscosity. فاكرين الفيسكوستي يا مستر زي الهاني اللي هي يا مستر خدناها last year. Number 2 when flow occur إن الفوليوم بتاع الليكويد doesn't change. خلي بالك من دي قوي. الليكويد إن الفوليوم بتاعه doesn't change لكن الفوليوم of الجاز it changes. ليه؟ لو أنا جيت قسمتها كده أهو، بص حطيت هنا مثلا أدي الليكويد وأدي الجاز وهنعمل كومبير الفوليوم هنا وادي الفوليوم. الفوليوم بتاع الليكويد هنقول عليه doesn't change لكن الفوليوم بتاع الجاز يا مستر it change. أتاري بقى إن الليكويد الفوليوم بتاعه fixed volume fixed إن يا مستر اللي change doesn't change. يبقى الليكويد doesn't change والجاز it change. أنا قصدي بيها مين؟ الجازز. أوكي؟ خلي بالك يبقى أنا عندي إن الفوليوم بتاعت الليكويد doesn't change والفوليوم اوف الجاز it change. كويشن جديد بيسألني سؤال مهم قوي بيقول لي why is the movement of the sand is not considered a fluid. يعني زي البيكتشر اللي انت شايفها دلوقتي الساند موف ايه موفمنت. طب ليه ما تقولش عليه فلو؟ بسبب بص بقى الانسر بتاعي ايه. الساند يا مستر is a is not fluid. اولا ان الساند ده solid وبالتالي is not flow and the movement of its contained particle from one place to another don't change the shape of the grain. لما أنا بحرك الساند من one place to another يا مستر الشيب of grains doesn't change وبالتالي ما ينفعش أقول عليه إيه fluid ودام ما قلتش عليه fluid يبقى cannot be إيه flow. question جديد explain in the difference in the flow rate of honey and يا مستر from a rate of the water. هل في difference between الهاني and the water flow؟ الإجابة طبعا. ليه بقى؟ هقول الإجابة وهبدأ أشرح because the viscosity of الهاني خلي بالكم دي قوي viscosity of الهاني greater than of the water وبالتالي هيحصل in flowability decrease with increasing mean الفيسكوستي. يعني بمعنى ده كل ما كانت الفيسكوستي increase كل معناه ان الفلو ability decrease. تمام. تاني take care الفيسكوستي increase يبقى flow ability ايه decrease ودي بنقول عليها inverse relationship. ماشي. هناخد السكند property الفوليوم and compressibility property. دلوقتي لو انا عندي 3 ماتيريال وجبت يا مستر زي مثلا السرنجة بتاعت الحقن مثلا البوستون اوف 3 يا مستر سرنجز وير نوزل سليت ان باي ستوبر وهنحط يا مستر ستوبر يعني في الآخر حاجة بتسد يا مستر ايه السرنجة دي. طيب تعال نشوف لو أنا في السوليد لايك فاين ساند فاين ايه ساند يا ترى هيحصل ايه لما احطه. وجبت البوستون وعملت يا مستر بوش ايه اللي هيحصل؟ قال لك no change اهو they are not compressed and their volume doesn't change. يبقى ده معناه ايه؟ ان الفوليوم remain constant ما حصلش change يا مستر في الفوليوم. طب الليكويد الووتر
نفس الكلام إن they are not compressed، وبالتالي إن الفوليوم doesn't change، يعني الفوليوم remain إيه؟ constant or fixed. طب الجازز، هنا بقى الجازز يا مستر الحاجة الوحيدة من ال3 state من السوليد والليكويد، الجاز only هو اللي أقدر أعمل له إيه؟ compressed. تمام؟ وإن الفوليوم decrease. ليه؟ أصل الجاز يا مستر take الفوليوم of their container. تاني، الجاز الوحيد زي ما قلنا في السلايدز اللي قبل كده عنده يا مستر إيه؟ إن الفوليوم change. أهو حضرتك عملت compressed، بص الفوليوم حصل إيه؟ decrease. تمام؟ يبقى ده أنا عندي إن السوليد والليكويد not compressible، يعني not يا مستر compressed، ما أقدرش أضغطهم. ليه؟ أصل الفوليوم doesn't change. خلي بالكم إن الفوليوم أدام doesn't change ده معناها يا مستر إن الماتيريال دي cannot compressed، ما أقدرش أضغطها. أوكي؟ لكن الجازيوس أو جاز ماتيريال بما إن الفوليوم change يبقى بالتالي can be compressed. إن الفوليوم decrease ليه؟ علشان إن الفوليوم بتاعت الجاز change، ويحصل له change by changing مين؟ الكونتينر. ادي اكتيفيتي بسيطه جدا اهو يا مستر، ان انا بجيب اهو الثري ماتيريال السوليد والليكويد والجاز. ادي السوليد مهما اعمل بريشر doesn't change اهو، بصوا تكير، بصوا اللي هيحصل ان الفوليوم doesn't change اهو بالمنظر ده كده اهو، فيش تشينج يا مستر happen. معناه ايه؟ ان السوليد عنده fixed volume، او ان الفوليوم of a solid doesn't change or remain constant like الليكويد ماتيريال او الليكويد ستيت نفس القصه، مهما حضرتك بص اهو بيعمل بريشر اهو doesn't change. but الجاز لا، الجاز يحصل له ايه؟ تشينج او يحصل له compressible او يا مستر compressed، علشان عنده ايه؟ ان الجازز يا مستر هتيك الفوليوم اوف ايه؟ their container. بص اهو، تمام؟ شايفين؟ فاهمين؟ نكمل. دي اكتيفيتي اللي احنا عملناها. يبقى بالسوليد والليكويد عنده fixed volume and not compressible او يا مستر are incompressible. but الجاز عشان عنده ايه؟ ان الفوليوم تشينج اهو، بص يقول لك ايه؟ ان الجاز دونت هاف فيكسد فوليوم، وبالتالي اقدر اعمل ايه؟ compressible. وات ذا مينينج يا مستر compressible؟ قال لك it is possibility of changing الفوليوم by increasing البريشر. تاني، يعني ايه compressible؟ ان حضرتك يا مستر ان الفوليوم change by changing البريشر او by increasing البريشر exerted on them. تاني، يعني ايه يا مستر gases compressibility؟ It is the possibility of changing their volume by increasing the pressure exerted يا مستر on them. يبقى أنا يا مستر compressibility related to الفوليوم. لو الفوليوم يا مستر fixed like solid and liquid يبقى are not compressible. but الجازز عشان ما عندوش فوليوم fixed وبالتالي يقدر يحصل له ايه؟ compressed. diffusibility، يعني ايه diffusion؟ قال لك يا مستر movement of the particle from an area of high concentration to another area low concentration. دي اسمها diffusion. لو انا مثلا جبت دايس كده والكالرز، بصوا يا شباب اهو، انا عندي اهو ادي داي بكالرز معين، وفي another يا مستر material like الووتر. ادي بص ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي ان البارتيكل بتاعه الداي هيحصل لها موفمنت من اريا عندها هاي concentration إلى another area of low concentration لغاية ما يحصل حاجة اسمها equilibrium. أول ما يحصل equilibrium يبقى يا مستر movement إيه؟ will be stopped. تمام؟ يبقى diffusion يا مستر it is a movement of the particle from، خلي بالكم from إيه يا مستر؟ area of high concentration to another area of low concentration. بصوا الفيديو ده انتوا شايفين ايه؟ ان البارتيكل بتاعت الداي او بتاعت الكلر هيحصل لها ايه؟ movement through the particle of another material. تمام؟ ماشي اهو، بصوا اهو يا مستر جبت colors او داي حطيته في الووتر، بعد شويه لقيت ان حصل ايه؟ ان الايه الداي بارتيكل بدأ يحصل لها ايه؟ movement through the other particle of the water. ويجي في الاخر هنلاقي ايه؟ ان يا مستر اول ما يحصل equilibrium البارتيكل doesn't move. اوكي؟ دي معناه ايه؟ diffusion. diffusion يا مستر occur in
بيحصل فين؟ solid والliquid وgas. بس يا ترى السبيد solid like الliquid like gas؟ طبعا يا مستر لأ طبعًا. إن دايمًا لو أنا جِبت sponge السفنجة وحطيت عليها أي colors هالاقي يا مستر take long time، وبالتالي الspeed بتاعة الdiffusion يا مستر very slow فين؟ في الsolid. أهو بُصّوا take إيه؟ دي take long time. طيب في الliquid قال لك لأ، في الliquid الdiffusion speed بيكون medium speed. أهو diffusion هاجيب material أو substance اسمها potassium permanganate وأحطها يا مستر in water، ألاقي إيه الcolor؟ أهو بُص المنظر عامل إزاي. طبعًا دي بتاخد يا مستر إيه؟ الtime. يعني يا مستر لازم يكون less than الsolid and bigger than يا مستر مين؟ الجاز. طب تعالَ بقى نبُص على الجازز. لو أنا بصيت على الجاز زي diffusion bromine vapor in the air، بُص المنظر ده بقى بياخد يا مستر إيه؟ very short time. ليه؟ إن الdiffusion speed في الجازز very fast، وبالتالي بنقول الdiffusion في الgaseous very إيه؟ fast. like يا مستر لمّا حضرتك تعمل إيه؟ الperfume. الperfume in air تلاقي يا مستر very fast. ليه؟ أصل الdiffusion in gases materials very إيه؟ fast. أوكي؟ الactivity اللي إحنا عملناها يا مستر نفهم إيه بقى؟ قال لك إن الspeed بتاعة الparticle of diffusion vary يا مستر according to the medium. يا ترى أنت الmedium إيه؟ يا ترى solid والّا liquid والّا gas؟ لو أنا جيت بصيت زي ما إحنا قُلنا إن حضرتك عندك الdiffusion rate في الجازز very إيه؟ fast صح؟ يبقى يا مستر the biggest. طيب في الliquid لأ، الliquid يا مستر medium speed. تمام؟ medium إيه؟ speed. الحاجة التانية في الsolid لأ، ده في الsolid إيه؟ very slow. يبقى أنا عندي الspeed بتاعة الparticle diffusion vary according to the medium. الsolid والliquid وgas. الgases very fast، الliquid medium and الsolid بنقول عليها يا مستر إيه؟ very slow. طيب قال لك حاجة تاني، قال لك إن أنا عندي الspeed of diffusion depend on الtemperature of يا مستر diffusion medium. بمعنى إيه؟ لمّا حضرتك تعمل increase الtemperature يعني تعمل heating هتلاقي الspeed of الdiffusion increases. تاني لمّا حضرتك بتعمل heating يعني increase الtemperature هيحصل الspeed of diffusion إيه؟ increases. الsecond factor يا مستر قال لك إن الdiffusion الspeed بتاعة الdiffusion of gas particle increases تاني with decreasing in mass. يعني كل ما كانت الmass decrease كل ما الdiffusion will be happen quickly. أوكي؟ طيب يبقى أنا أقدر أقول إيه بقى؟ إن الفاكتور يا مستر of الdiffusion speed two factor. أول factor مين؟ الtemperature، وتاني factor مين يا مستر؟ الmass. ونفهم إن كل ما كانت الmass decrease كل ما الإيه؟ الdiffusion speed decrease. أوكي تاني الmass decrease يبقى الdiffusion increase. بص كده ده compare between solid والliquid and gases. لو أنا جيت بصيت على الsolid والliquid والgases بص كده أول حاجة change الشيب. إحنا عارفين إن الsolid الشيب doesn't change، وبالتالي إن أنا عندي إن الشيب is a fixed and definite. لكن الliquid والجاز الاتنين دول بيحصل إيه يا مستر؟ change في الشيب أهو. الاتنين هيحصل change في الشيب، وإن الliquid والجاز take الشيب of their container. تمام؟ another property flowability. الflowability بتاعة يا مستر يعني البارتيكل موف. تمام؟ أولا السوليد non fillable. ليه؟ علشان يا مستر أنا عندي إن البارتيكل بتاعة السوليد بيحصلهاش موفمنت. ممكن يا مستر إيه يحصل لها ترانسفير من one place to another لكن الشيب doesn't change. هنا قال لك إن الليكويد لا، الليكويد يا مستر فيلبل بيتحرك جدا عشان تشينج إيه في الشيب، وبالتالي خلي بالك دايما depend on viscosity. نفس القصة فين؟ في الجازز يا مستر fluid. أوكي؟ طيب compressibility دي related to للفوليوم. احنا عارفين ان السوليد والليكويد الاتنين دول عندهم يا مستر ايه definite shape او fixed volume، وبالتالي يا مستر incompressible يعني ما اقدرش اضغطها
نفس الكلام لإيه؟ للliquid. لكن الجاز إن الفوليوم بتاعها change وبالتالي إيه؟ compressible. الفوليوم of الsolid ويا مستر الliquid الاتنين equal إن الفوليوم doesn't change. ليه؟ إن الفوليوم is a fixed. نفس القصة فين؟ في الliquid. يبقى الsolid والliquid في الفوليوم إن الفوليوم of الsolid والliquid doesn't change أو don't change. ليه؟ عشان الفوليوم يا مستر إيه؟ fixed constant. لكن بقى في الجازز قال لك لأ، هنا لأ يا مستر، في الجازز إيه اللي بيحصل؟ إن الفوليوم تشينج دايما الجاز الشيب تشينج والفوليوم تشينج. عشان كده دايما نقول إيه؟ إن الجاز take الشيب and الفوليوم of a their container. أوكي؟ طيب الديفيوجن في السوليد يا مستر زي ما احنا لسه قايلين very slow، لكن في الليكويد ايه يا مستر؟ ميديا، وفي الايه الجازز very fast. take care ان الكومباريزون دي يا مستر between السوليد والليكويد والجاز يا مستر very important. خلي بالكم منها قوي قوي قوي. اوكي نكمل. بص البيكتشر اللي قدامك ده بيقول لك ايه؟ حاجه مهمه جدا. بيقول لك which of the following express what happened inside the bottle. بص البوتل اهي يا مستر، بص المنظر، لان حصل لها ايه؟ ديفورم. ليه بقى؟ هل يا مستر اللي حصل اير ديفيوجن ولا اير فلو ولا اير كومبريشن ولا increasing in air volume؟ طبعا يا مستر هنا حصل ايه؟ ديفورم، وبالتالي لما يحصل ديفورم للبوتل يبقى اكيد حصل اير كومبريسبل، وبالتالي ان الفوليوم تشينج بتاعت الجاز ده معناه ايه؟ ان يحصل بريشر. يبقى انا عندي ان الاير انسايد ذا بوتل حصل له كومبريسبل عشان ده ايه؟ جاز. تمام اهي. هقول يا مستر ان البوتل deforms due to the pressure on it thus ان الاير inside it is a compressible. يبقى اكيد ايه؟ في pressures. تمام نكمل. هنا هنعمل اكسبيرمنت بسيطه جدا between the diffusion of ammonia. خلي بالك بقى الامونيا and the hydrogen chloride gases. take care. انا عايز اعرف مين اللي يبدا move faster. تمام او diffusion يا مستر. انا عندي الاثنين دول جازز. خلي بالك الاثنين دول يا مستر ايه؟ جازز. ماشي. عندي مين؟ الامونيا وعندي الهيدروجين كلورايد جازز. طيب لو انا جيت بصيت على التو جازز دول يا ترى لقيني قال لك ان في كلاود از فورمد. وايت كلاود فورم امتى؟ when the two gases meet. طب بص كده وركز بقى، بيسألك سؤال مهم قوي. which gas diffuse faster explain. وبعد كده بيقول لك ايه السؤال التاني؟ which gas has larger molecular mass. ولو سمحت explain. تاني بص خلي بالكوا الكلاودز دي موجودة فين يا مستر؟ الوايت كلاود قريبة فين؟ قريبة لمين؟ للهيدروجين كلورايد. ده معناه ايه؟ إن حصل رياكشن between الأمونيا and الهيدروجين كلورايد في الحتة دي واداني إيه؟ وايت كلاود. أوكي؟ تعالى بقى نفهم القصة ليه حصلت هنا. أدي الأكتيفيتي إيه بكل بساطة بتاعت السوليد والليكويد وإيه؟ والجاز. بصوا إحنا عارفين أهي سوليد والليكويد والجاز وإن الديفيوجن في الجاز عشان هو فيري فاست. أدي البارتيكل أهو، جبت يا مستر دي الأمونيا أهو، ودي هيدروكلوريك جاز. تمام، وحطيتهم في البوتل لان حصل انفورميشن يا مستر اوف ايه؟ وايت كلاود. تعال نفهم ان الامونيا جاز هي راحت يا مستر الكلاود اتكونت فين؟ قرب مين؟ هيدروجين كلورايد. ده معناه ايه؟ ان الامونيا يا مستر ديفيوجن فاستر او ديفيوز فاستر than الهيدروجين كلورايد HCl. ليه بقى الريزون؟ بيكوز ان their meeting point اللي هي الوايت كلاود اللي حضرتك شفتها form closer to هيدروجين كلورايد. ايه ده؟ ده معناه ايه؟ ان الامونيا NH3 هي اللي بدأت تتحرك موف فاستر اسرع من مين؟ من هيدروجين كلورايد، وبالتالي ادتني الكلاودز يا مستر هنا. صح؟ اللي هي وايت كلاود. طيب نمبر 2، يا ترى مين اللي عنده ماس اكتر؟ انت قلت في الجازز اللي عنده ماس ديكريز يبقى الديفيوجن ايه؟ انكريز. طب هنا الايه؟ الامونيا هي اللي حصل لها ايه؟ اتحركت موف فاستر، يبقى هي معناها ايه؟ اللي اكيد عندها ايه؟ لايت ماس. صح؟ والهيدروجين كلورايد بما ان الديفيوجن بتاعه ديكريز او السبيد ديكريز معناه يبقى عنده ايه؟ بيجر ماس. صح؟ يبقى بالتالي
مستر question number 2 إن الهيدروجين كلورايد إن الهيدروجين كلورايد اللي هو HCl has larger molecular mass. الreason إن heavier molecule diffuse slower. واللي أنت شفت يا مستر البوزيشن بتاع الوايت كلاود فين؟ قرب مين؟ HCl. أوكي؟ طيب البارتيكل موديل اوف ذا ماتر. احنا عارفين ان المطر يا مستر زي ما احنا واخدينها قبل كده ليها يونت، اليونت بتاعتها اسمها ايه؟ بارتيكلز. تاني اليونت دي اسمها ايه؟ بارتيكل. واي ماتيريال اراوند اس يا مستر كونسيست اوف يونت. اليونت دي ايه يا مستر؟ بنقول عليها ايه؟ بارتيكل. ماشي؟ يبقى خلي بالك ان انا عندي ان المطر اي ماتر اراوند اس هاز يونت، اليونت بتاعتها is called particles. البارتيكلز دي ممكن يا مستر تكون مونو اتوميك لايك الهيليوم. فاكرين مونو اتوميك يعني بيتكون من 1 اتوم، عشان كده سميناه ايه؟ مونو اتوميك. وفي يا مستر بارتيكل ممكن تبقى بولي اتوميك يا مستر، ودي بتتكون formed by bonding of 2 or more atoms together by chemical ايه؟ bond. لايك مثلا الووتر، صح؟ لايك مثلا عندي مين؟ الاكسجين اهو. ليه؟ اصل هو بيقول لي ايه؟ ان البولي اتوميك يعني من اخر من اول التو اور مور اتوم combined together by chemical bond. تمام؟ وبالتالي احنا بنقول عليها ايه؟ بولي اتوميك. بص اهو ادي البارتيكل ارينجمنت. بص خلي بالك ادي الماتر سوليد وليكويد وجاز. بص ايه ده؟ ايه يا مستر الفيديو ده؟ ده السوليد ده بتلاقي ان البارتيكل بيحصل لها ايه؟ كونتينيوس موشن، بس البارتيكل بتاعت السوليد بيحصل لها ايه؟ فايبريشنال موشن. هنا انترميديت. اوكي؟ الجاز يا مستر فيري ايه؟ فاست. دي يبقى اي ماتيريال او اي ماتر كومبوزد اوف يونت او تايني يونت اللي هي كولد ايه؟ بارتيكلز. تمام؟ اللي احنا قلناها مع مستر. يبقى تاني هنبدأ ناخد حاجة اسمها particle theory of the matter. أول حاجة إن الماتر، خلي بالك من دي قوي، إن الماتر made of tiny particle cannot be seen with the naked eye. يعني أنا ما أقدرش أشوف البارتيكل بتاعت مين؟ بتاعت الماتر. دي نمبر 1. الكلام ده متهيألي احنا لسه واخدينه قبل كده في جريد 5. البارتيكل of the same substance are identical and their types differ from one substance to another. بص السوليد، البارتيكل بتاع السوليد، وادي الليكويد، وادي الجاز. ادي يا مستر اللي احنا لسه قايلينها من شويه ان دي كده element، وفي another element لما combine together يديني ايه؟ mixture. الميكستشر ده ممكن يا مستر يكون بعد فتره يكون ايه؟ compound. اوكي؟ او ادي السوليد والليكويد وجاز. انا عندي الايس اللي هو يا مستر سوليد، وعندي الووتر اللي هي الليكويد، وعندي ووتر فيبر اللي هو يا مستر مين؟ الجاز. لو انا جيت بصيت على البارتيكل بتاعه السوليد، بص عامل ايه؟ ايه يا مستر؟ very close to each other. ليه؟ عشان عندها اكيد في forces يا مستر bending them، والفورس دي بنقول عليها attraction force. تمام؟ طب بص في الليكويد، لا الليكويد في يا مستر بارتيكل طبعا، لكن في السبيس اهو لارجر شويه، صح؟ طب هنا الجازز بص السبيس ايه؟ بيجر. تمام؟ ماشي؟ نكمل يا مستر بارتيكل ثيري اوف ذا ماتر. قال ان كمان ان البارتيكل عندها يا مستر between them في attraction forces. يبقى عندها ايه؟ attraction force between البارتيكل، وبالتالي ان البارتيكل دي store potential energy. ليه؟ due to these forces of attraction between them. يبقى خلي بالك لو جالك سؤال give reason ليه البارتيكل عندها potential energy، يبقى اكيد ايه يا مستر؟ due to ايه؟ attraction force. صح؟ تمام؟ ماشي. نمبر 2 نمبر 4 سوري، بيقول لك ان there are interparticle spaces between the particle of the substance that vary depend on its physical state. بص السبيسز هنا اهو، بص very very small very narrow في السوليد. طب تعالى كده بقى في الليكويد، لا يا مستر هي relatively large. طب في الجازز لا دي very ايه؟ بص السبيسز large كبيره جدا، صح اهو. تمام؟ اوكي يا شباب، تيك كير. نمبر 5، احنا واخدين قبل كده انفورميشن بتقول ايه؟ ان البارتيكل بتاع اي ماتيريال اذا كانت سوليد او ليكويد او جاز ار كونتينيوس موشن. ايه ده؟ بص المنظر بتاع السوليد اهو، بص يحصل ايه؟ موش. الليكويد برضو في موش،
والجازز نفس القصة. نقول نمبر 5 إن أنا عندي the particles of the substance have kinetic energy. إيه ده؟ يا مستر kinetic، يبقى أكيد إن البارتيكل بيحصل لها إيه؟ move. وبالتالي يقول لك إيه؟ ليه بقى يا مستر؟ لو جالك سؤال give reason إن ال particle of the substance أو ال particles of the material have kinetic energy، هقول له due to إن these particles are in state continuous motion in straight line. عشان ال particle إذا كانت solid أو liquid أو gas، ال particle دي بيحصل لها إيه يا مستر؟ movement. ومش بقول لك إيه بس movement يا مستر for time مثلا، لأ دي continuous motion. أوكي؟ نمبر 6 قال لك إن ال motion and the speed of the particle depend on the state of the matter. أهو بص كده، ال speed وال motion of the particle depend on ال state. يعني في السوليد بص بيحصل إيه؟ vibrational motion. أهو vibrational motion around fixed point، صح؟ لكن في الليكويد لا move faster، وفي الجازز لا دي بتتحرك يا مستر إيه؟ very إيه؟ fast. تمام؟ طيب هنبدأ ناخد ال behavior and properties of السوليد. هنبدأ ناخد ال property ونشوف يا ترى نتيجة ال property دي ال results إيه. إحنا قلنا في السوليد عندي فيه strong attraction force. عندي إيه؟ strong attraction force between ال particles. طيب lead to إيه بقى؟ إيه اللي هيحصل؟ قال لك إن البارتيكل دي tightly bounded، زي ما أنت شفت إن البارتيكل بتاعت السوليد very close to each other. ليه؟ عشان الاتراكشن فورس. وبالتالي إن البارتيكل are tightly in fixed position giving solid إيه بقى؟ definite shape and preventing flow. عشان كده ما تلاقيش السوليد يا مستر إيه؟ move. يا مستر أنت ممكن تاخده من one place to another، الشيب doesn't change. ليه؟ علشان في attraction، لا ده في strong attraction force between البارتيكل. نمبر 2 إن there are very small interparticle space between البارتيكل. عشان كده إن الفوليوم بتاع يا مستر السوليد إيه؟ fixed، وبالتالي cannot compressed. ما أقدرش أعمل compressed لمين؟ للسوليد، علشان الانتر بارتيكل سبيس بتوين الايه البارتيكل اوف ذا سوليد از ايه فيري سمول. نمبر 3 ان البارتيكل زي ما احنا قلنا فايبريت in place only، وبالتالي ان البارتيكل cannot move from their position. ما ينفعش البارتيكل بتاعت السوليد يا مستر موف من وان ايه their position اللي هو الفيكسد وتروح another ايه position. تمام؟ كل ده ايه يا مستر؟ ده البيهيفير والبربرس بتاعت مين؟ بتاعت السوليد. طيب يستفيد ايه بقى؟ نمبر 1 ان السوليد maintaining fixed shape and volume. لو جالي سؤال give reason ليه السوليد عنده fixed shape و volume، هتقول due to strong intermolecular attraction force and minimal interparticle spaces between particles. الاكزامبل طبعا بتاع السوليد ايس وود ميتال يا مستر والميتالز بايه زير تايبس. اوكي نكمل. زي ما خدنا السوليد تعال ناخد البيهيفير اند البروبرتيز اوف الليكويد. هناخد البروبرتي. اول حاجه البروبرتي ان في اتراكشن فورس بتوين البارتيكل، بس الاتراكشن فورس ويكر ذان مين؟ السوليد. but يا مستر ايه they are enough to ايه hold them together. تمام؟ طيب lead to ايه؟ قال لك ان الليكويد have no fixed يا مستر shape، وبالتالي اقدر اعمل له ايه موف، يعني كان بي فلو. واحنا قلنا ان الليكويد دايما تيك الشيب اوف زير ايه كونتينر. تمام مش. نمبر 2 البروبرتي نمبر 2 بيقول لك ايه انتر بارتيكل سبيس بتوين البارتيكل ار larger than in the solid. طيب ايه اللي هيحصل؟ قال لك ان الليكويد عندها ايه have a fixed volume، وبالتالي cannot be ايه compressed. البروبرتي رقم 3 قال لك ان البارتيكل move freely but stay close together، وبالتالي هيحصل الديفيوجن يا مستر سبيد ان الليكويد faster than السوليد but slower than الليكويد. فاكرين لما جينا قلنا الديفيوجن سبيد في الجازز هي يا مستر فيري فاست، اكبر من مين؟ تمام اكبر من الليكويد، وبالتالي جريتر ذان مين؟ السوليد. نفهم ايه بقى؟ ان الليكويد عامة liquids flow and adapt to their container shape but maintain constant volume. خلي بالك ان الفوليوم بتاع الليكويد constant او fixed او doesn't change. طبعا الاكزامبل بتاعت الليكويد ووتر ميلك اويل ميركوري. تمام
فأنت براحتك بقى vinegar أي حاجة liquid. أوكي؟ هنبدأ ناخد الbehavior and the properties of إيه؟ of الgases. الproperty number 1 اللي هي الattraction force. لو أنا جيت بصيت على الforce الattraction force في الجازز هلاقي إن very weak attraction forces between البارتيكل، وبالتالي lead to إن الجازز have no fixed shape ويحصل flow يا مستر freely and expand to fill their إيه؟ container. تمام؟ number 2 large interparticle spaces between البارتيكل، وبالتالي lead to إيه اللي يحصل؟ إن الجازز have no fixed volume and highly compressible. طيب بنيجي بعد كده البارتيكل move randomly and completely free. دايما لو انت بصيت على البارتيكل في السلايدات اللي فاتت يا مستر ان الجازز البارتيكل بتاعتها move freely بتتحرك براحتها. ليه؟ عشان يا مستر يحصل ان الديفيوجن in gases on a extremely fast. conclusion ان الجازز خلي بالك بقى expand يا مستر infinitely وfill to يا مستر available space and can be a compressible due to a minimal particle attraction and large intermolecular spaces between البارتيكل. طب الجازز بقى زي الاير oxygen and الكربون دايوكسيد ايه gas. اوكي دي compare very يا مستر important between السوليد والليكويد والجاز، ودي تلخص كل اللي احنا قلناه. يعني مثلا الفورس اوف اتراكشن بص كده هنا في very strong، هنا في الليكويد weaker than السوليد، طبعا في الجاز very weak. البارتيكل arrangement closely packed هنا في الليكويد close but يا مستر with small spaces هنا far apart. البارتيكل movement vibrate in a place هنا slight يا مستر past each other هنا move freely and randomly. الشيب fixed في السوليد، في الليكويد ويا مستر والجازز take a shape of their container. الفوليوم في السوليد والليكويد fixed لكن الجاز change to fill container. compressibility not compressible في الليكويد والسوليد عشان الفوليوم يا مستر fixed، لكن في الجازز لا ده easily ايه compressible. الديفيوجن سبيد هنا ايه very slow في الليكويد medium very fast in gases. طيب نبدأ ناخد بقى حاجة مهمة جدا. ده يا مستر ساينتست عالم اسمه براون. الراجل ده observed لاحظ حاجة غريبة جدا. قال لك إن في بلون جرين حبوب لقاح moving randomly in motor under microscope، وبدأ يعمل يا مستر براونر موشن. البراونر موشن بتقول ايه بقى؟ قال لك إن relative large particle are present in the fluid اللي هو يا مستر gases والliquid such as dust in air or blown green in the water. هيحصل collision occur between the molecule of the fluid and this particle making this particle move randomly in all direction. يعني الراجل ده قال لك ايه؟ ان انا لاحظ حاجه غريبه جدا ان البلون جرين يا مستر moving randomly in water under microscope. ليه بقى؟ قال لك نتيجه هيحصل collision بين البارتيكلز بتاعه البلون جرين او داست والبارتيكل بتاعه الفلويد اذا كان جاز اور اير، وبالتالي in all direction. بص المنظر هتلاقي caused by ايه يا مستر زيجزاج. بص هو ماشي ازاي. ادي البارتيكل بتعمل كولوجن، ولو انا مشيت ورا بارتيكل بقلم رصاص هتديني ايه ستريت، لا هتديني زيجزاج موشن. تمام اهو caused by zigzag motion results from uneven collision between visible particle low blown and invisible rapidly movement fluid ايه particle. ادي الفلويد والبارتيكل. كل ده يا مستر بيشرح لي يعني ايه يا مستر ايه براونر موشن. بص اهي راندوم. تمام ان بيحصل كولوجن وبالتالي فيبدا ان البارتيكل موف راندوم. اوكي طيب كويستشن give reason يا مثلا يقول لي ليه الروك are difficult to break، ليه صعب جدا ان اكسر الروك. بص كده الاجابه هقول له because in the particle in the rock are strongly attracted to each other and very close together making them tightly bounded and resistant to breaking. عشان الاتراكشن force between them very strong، وبالتالي ان البارتيكل of الروك are strongly attracted to each other and very close together making them tightly bounded and resistant to breaking. Question number 2 ليه salts dissolve in water أو salt ليه dissolve in water؟ لسبب واحد جدا إن الwater particle have weak attraction force between them and large spaces allowing
إن salts particle أو salt particle to move into these gaps and dissolve. لو أنت بصيت على البيكتشر دي أهي، أدي في spaces between إيه يا مستر؟ الووتر الكيول أهي، صح؟ ده كده ووتر مولكيول. يبدأ إن السولت يحصل له dissolve، يعني إيه؟ يبدأ إن salt particle move between these gaps ويحصل له إيه؟ dissolve. تمام؟ هقول له because إن الووتر particle have a weak attraction between them and large spaces allowing the saltous particle to move into these gaps and dissolve. Question number 3. ليه السموك spread quickly in the air؟ لسبب إن ال air particles have very weak attraction and very large spaces between them, enabling smoke particle to diffuse rapidly. خلي بالك ال smoke separate quickly in the air عشان ال air particle عنده very weak attraction force وكمان عنده very large spaces، واحنا عارفين ال diffusion speed في الجازز very fast. البلازما states. بص بقى، في force state of a matter. هناخد حاجة جديدة اسمها البلازما. طيب formation of plasma قال لك ان انا عندي بيكون في جازز، الجازز ده is heated to extremely ايه high temperature. همسك الجازز هعرضه ل high temperature ممكن توصل ل 1000 or million of degree. هيبدأ ان البارتيكل gain enough energy to يا مستر خلي بالك من دي بقى، هيحصل ايه للبارتيكل بتاعت الجاز؟ هتديني حاجتين، هتديني mixture of positively charged ion and release moving a free electron. تاني يبقى أنا عندي إن الجاز، خلي بالك لما أمسك الجاز كده تمام وأعرضه لهاي تمبريتشر لمليونز أو thousand هتديني ميكستشر. الميكستشر ده فيه حاجتين positive charged ions وبعد كده هتديني free negative electron، وطبعا الالكترون دي ايه موفينج. اوكي، ويديني ستيت جديده اسمها ايه بقى؟ بلازما يا مستر. البلازما هي بقى ايه؟ فورس ستيت اوف ذا ماتر ان ويتش الجازز. خلي بالك البلازما ما جيش الا من ايه؟ الجازز consist of mixture of positively charged ion and free moving negative electron. بمعنى اصح يا مستر حصل لها ionization. اوكي، نكمل دي اسمها ايه؟ بلازما ستيتس. بص البلازما، لو انا جيت بصيت يا مس على الفيتشر اوف البلازما very high electrical conductivity. Most of the matter in outer space is exist in the plasma. يعني مثلا الستار، الصن، كل ده بلازما. cosmic nebula يا مستر البلازما ستيت. lighting the form of plasma. aurora كل ده يا مستر ايه؟ بلازما. يبقى البلازما دي يا مستر high electrically conductivity و most of the matter in the space أو outer space exist in ايه؟ بلازما state زي الستارز والصن دي بلازما. كوزميك نوبلا برضه بلازما. اللايتنج بلازما. أرورا اللي حضرتك بتشوفها عند النورث بول والساوث بول دي برضه ايه؟ بلازما. تمام؟ طيب نستفيد بالكلام ده؟ طبعا نستفيد بالبلازما في الاير كونديشنر. قال لك ان البلازما تكنولوجي is used in air conditioning mr system to improve air quality in an enclosed spaces. طيب how it work؟ ال air passes through the strong electrical field أو electric field. This convert the gas in atom into positively charged ion و negatively charged electron. الإفكت إن ال charged particle breaking down harmful substance in the air وبعد كده يحصل إيه؟ they kill germs, bacteria and virus. الريزلت طبعا تديني cleaner and يا مستر healthy air ويا مستر safer breathing environment. بمعنى أدق إن البلازما دي بنستخدمها في الاير كونديشنر. عشان كده تلاقي دايما في الاير كونديشنر تلاقي إيه؟ بلازما. دايما يقول لك إيه؟ بلازما بروبرتي. طيب إزاي بتشتغل؟ إن الاير حضرتك يبدأ move through strong electric field. خلي بالك يحصل له إيه؟ إن الاير هيعدي في السترونج electric field ويبدأ إن الاتومز convert into positive charge and negative electron. طيب اللي charged particle بقى اللي هو البوزيتيف ايون والنيجاتيف الكترون هيعمل breaking down ل harmful substance in the air ويبدأ يعمل killing germs والبكتيريا and the virus. كل ده في الآخر هيديني clean air. صح؟ تمام؟ ماشي يا مستر. طيب دي كده ايه؟ البلازما اهو انا عندي ان الاير
طبعا في يا مستر impurities، في فيروس، في جيرمس، في harmful material. لما يعدي في الهاي electric field هيبدأ ان تديني البلازما. احنا قلنا ان البلازما اللي فيها حاجتين positive charged ion والنيجاتيف free electron، الاتنين دول يعملوا breaking down لمين؟ للبارتكلز بتاعت الامبيوريتيز، ويبدأ كل الجيرمس والبكتيريا، وتديني في الاخر clean air. تمام؟ اوكي. complete the following sentence. Space number 1. Space are able to flow and compressible while space are unable to flow and not compressible. طبعا يا مستر الable to flow لمين؟ الجازز. ليه فلو؟ طب ما نقولش ليه الليكويد عشان هو قايل لي كمان compressible. لكن السبيس تاني بيقول لك are unable flow and not compressible دي مين؟ السوليدز. Number 2. diffusion through نقط happen very quickly while diffusion through نقط happen very slowly. طبعا diffusion through الجازز very quickly، لكن diffusion يا مستر through السوليد very slowly. Number 3. the speed of diffusion of the substance depend on space and space. طبعا السبيد بتاعت الديفيوجن depend on the temperature and the particle mass. Number 4. particles of the same substance are identical but they differ from the particle of another substance. Number 5. the particle of the matter have kinetic energy because their نقط and they have potential energy due to space between them. طبعا البارتكل اللي عندها kinetic energy بقى كده عندها ايه؟ movement. تمام. والبوتنشال energy due to ايه؟ attractive force او attraction force. Number 6. the distance between the iron particle are نقط while the distance between the hydrogen particle are type. الايرن ده ايه؟ solid، يبقى بالتالي distance between them small or very small. لكن distance between the hydrogen ده gas are large. Number 7. the forces of attraction between the particle are in solid while they are almost absent in نقط. طبعا ال forces of attraction particle في حالة السوليد تبقى ايه؟ very strong أو strong، لكن في حالة الجاز تبقى ايه؟ absent. Okay? Choose the correct answer. Which of the following substance able to flow? wood وiron، wood وoil، water وoxygen، iron and air. طبعا اللي يحصل له فلو يا مستر لازم حاجتين يا مستر فلو. طبعا ما عنديش الا اللي الشيب بيتغير اللي هي الووتر and الاكسجين liquid and gas. Number 2. the figure this figure اللي هو الاوبزيت اللي قدامك ده show long balloon filled with air shaped like a dog. From this we concluded that in the air has no mass, has no definite shape, has different shape has a fixed volume. طبعا هنا الإجابة تبقى إيه؟ has no definite shape. إن الجاز take a shape of their container. Number 3. the rapid movement of the particle. بص كده ركز قوي. بيقول لك the rapid movement of the particle from high to low concentration is called freezing, melting, diffusion in liquid ولا diffusion in gases. بص كلمة movement of the particle هي معناها diffusion، بس نقطة هو بيقول لي كلمة rapid يبقى إيه يا مستر الإجابة؟ تمام diffusion in gases. Number 4. the volume of the water in cup raises when ice cube added because in the ice has fixed volume ولا has no fixed shape ولا water exists in different state ice melt into water. ركز طبعا إن water exists in 3 states أو different states which is not correct according to particle theory. إن solid particle have strong force. لا طبعا دي معانا. Number B. إن liquid particle move randomly ولا liquid particle have spaces ولا particle can be seen with the naked eye. طبعا الإجابة تبقى إيه؟ دي excellent. إيه رأيكم يا شباب؟ إحنا كده خلصنا أول ليسون من المنهج بتاعنا الجميل، منهج الساينس. لو عندك أي question أو أي كومنت ابعت لنا على الفيسبوك أو على اليوتيوب أو على التيك توك.